ليه محدش بيرد عليك بعد ما تبعت شغلك؟ حلقة لكل مصمم بيتجاهلوه. السلام عليكم. لو انت مصمم جرافيك وخصوصا لو لسه في اول الطريق، اكيد حصلت معاك الحكاية دي. عميل يطلب شغل، تبعت له، تتعب، تظبط التصميم وتتفاجئ ان مفيش ولا رد. يعني لا تعليق، لا تعديل، ولا حتى كلمة شكر. ليه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنفصل الموضوع حتة حتة من اول ما العميل يوصلك لحد ما تخلص معاه الشغل. يلا بينا. اول انطباع بيكرر كل حاجة. اول رسالة بتبعتها للعميل بتحدد كتير جدا. لو رسالتك طويلة او فيها كلام كتير ملوش لازمة، العميل ممكن يقفل قبل ما يكمل السطر التاني. وعلى العكس، لو الرسالة قصيرة او من غير اي شرح او سياق هتحسسه انك مش مهتم. المفتاح هنا هو التوازن. يعني ايه؟ يعني تبعت له تحية سريعة، تعرف نفسك في سطر، تشرح له باختصار انت عملت ايه وليه، وفي الاخر تحط اللينك او الصورة او البرودكت النهائي اللي انت عملته. طريقة عرضك للشغل. اغلب المصممين بيبعتوا التصميم كصورة وخلاص، لكن الصورة لوحدها مش كفاية. العميل مش دايما فاهم يشوف ايه او يقيم التصميم ازاي. طب اعمل ايه؟ اعرض التصميم في موك ابس محترمة. يعني لو بوستر مثلا حطه على حيطة او مجلة او حتى صفحة سوشيال ميديا، وخلي معاك كلمتين بس بيشرحوا انت عملت ايه وليه، اخترت الالوان دي عشان كذا، الفونت متناسق مع كذا. العميل هيفهم انك فاهم هو محتاج ايه، وانك مش بتشتغل وخلاص. التواصل والردود. بعد ما تبعت شغلك لازم تكون متابع. لو العميل رد وسألك ما تتأخرش عليه. ساعات التأخير بيخلي العميل يغير رأيه لو كان عاجبه شغلك. لما العميل يقول رأيه اسمعه، حتى لو شايف ان رأيه غلط. حاول توصل له وجهة نظرك بهدوء وبأسلوب احترافي، وانت ليه بترشح حاجة تانية غير اللي هو طالبها. تفاصيل صغيرة بتفرق. في حاجات صغيرة جدا بس بتسيب انطباع كبير. زي ايه؟ انك تسمي الملفات باسماء منظمة. اوعى تعمل حاجة غير كده. انك تبعت الشغل باكتر من صيغة. انك تكتب للعميل تعليمات لو هو مش فاهم يستخدم الشغل ازاي. كل ده بيخلي العميل يحس انك شغال باحتراف ومش مجرد هاوي، وكمان خايف على مصلحته ومصلحة شغلك. لو وصلت لحد هنا فحب اقولك، في شغلنا كمصممين الشطارة مش بس في التصميم، لكن كمان في التواصل وتقديم الشغل. زي ما بيقولوا كده، ضبط الشغل اهم من الشغل. في مصمم شغله عادي لكن بيعرف يبيع نفسه وبيكسب اكتر من اللي شغله جامد بس مش بيعرف يتكلم. فخلي بالك من التفاصيل دي، وكل مرة بتتعامل فيها مع عميل اعتبرها فرصة انك تتطور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وعندي حلقات جاية اقوى من كده بمراحل. استنونا. سلام.